ايوه يا فندم. السلام عليكم. اتفضلي يا حاج عفاف. ازيك؟ احنا الحقيقه بنسعد حضرتك صديقه شبه دائمه للبرنامج، ودي حاجه ربنا يخليك بتسعدنا يا أستاذ جدا يعني. محمود. شكرا. اتفضلي يا حاج. ربنا يخليك، انا بحب البرنامج بتاعك الحقيقه وبحب اشارك فيه. شكرا جزيلا. اتفضلي. بقول لحضرتك احنا طول عمرنا في مدارس اتعلمنا وتربينا وطلعنا من المدارس. نعم. وكنا بنتضرب، لكن ما كناش بنشوف الظاهره اللي حاصله الايام دي. نعم. من يوم ما قالوا ممنوع الضرب في المدارس. نعم. والعمليه اصبح فيها تسيب كبير جدا. مم. المدرس ليه بيضرب؟ العدد قدامه في بعض المدارس بيوصل لاكتر من 80. نعم. ازاي يحكم فصل 80 تلميذ؟ خد حضرتك الايام دي ضايفين عليهم يعملوا بطاقات ويعملوا استمارات ويعملوا حاجات مطلوبه منهم كتير قوي. نعم. المعلمه بتاعت مثلا الصف الاول قدامها منهج عايزه تدرسه، وقدامها حاجات عايزه تملاها وانشطه عايزه تكملها عشان تعرضها على الموجهه. نعم. امتى تعمل الحاجات دي؟ على مصلحه بيتها واولادها ولا في وقت المدرسه؟ وقت المدرسه ما بيكفيش. نعم. لان المنهج بتاع الصف الاول مزدحم. نعم. مليان مزدحم، فبتضطر انها تغمض عينها شويه عن الاطفال وتقعد تشتغل الحاجات التحريريه المطلوبه منها. نعم. الطفل يروح عامل شقاوه تروح مذنباه تروح ضرباه. يعني انا كأم بعذر المدرسه على ان اولادنا الايام دي بقت في شقاوه كبيره جدا، وبلمس لها العذر لان المناهج اللي هي فيها والحاجات اللي مفروضه عليها بتخليها يعني تتسيب شويه في حفظ نظام الولاد اللي قدامها. نعم. فانا برجع يعني عمرنا ما شفنا كمان تلميذ في ثانوي يعتدي على مدرسه بالضرب الا بعد ما طلع ممنوع الضرب، ومدرس يتحول على الاسم، والاسم يحوله على المحكمه، والمحكمه تديله حكم بالسجن 3 شهور. دي عمليه بقت مهينه جدا للمعلم. نعم. المفروض نرد اعتبار المعلم ونرد كرامته ونرفع من راسه عشان هو كمان يراعي ربنا في الاولاد اللي في ايده ويبص لهم يقول انا باخد حقي فلازم ادي الاولاد دي حقهم. نعم. نعم. والموضوع ده كبير قوي، والموضوع ده شائك جدا وتعبنا كلنا في بيوتنا، وربنا يعينكم على حل المشاكل. هل في اي اسئله ثانيه يا حاج عفاف؟ لا شكرا يا استاذ. طيب نشكر حضرتك. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. طيب يعني اتصال الحاج عفاف يعني الحقيقه دكتور عادل يعني عايز يستنتج او عايز يؤكد ان المدرس معذور في اغلب الاحيان. يعني المدرس بيدرس في فصل عدد الاولاد فيه كبير جدا زياده عن الحد، وايضا المدرس مجني عليه. يعني المدرس لا ياخذ حقه. المدرس اللي بنقول ان احنا عملنا كادر خاص للمعلمين، يعني هذه الزياده زياده طفيفه جدا جدا، ولا يمكن هي تتناسب مع الحد الادنى للحياه الكريمه. دلوقتي يعني بعض اساتذه الجامعات الذين يتظاهرون او يعني كتب ان هم هينظموا مظاهرات احتجاجا على الزياده في مرتباتهم، واللي هي بتتراوح تقريبا بين 1000 وبين 2000 جنيه. المدرس بيأخذ ملاليم، فبالتالي المدرس بيتعرض لظلم كبير جدا جدا، ومع ذلك فنحن نحمله المسؤولية كاملة عما يحدث من تدهور وتدني في السلوكيات المنحرفة داخل جدران المدرسة. فحضرتك يعني قياسا على ما قلت في البداية من ان في تجاوزات يعني كثيرة من بعض المدرسين، يعني تعلق تقول ايه للحاج عفاف اللي هي بتتكلم وتدافع دفاعا مستميتا عن المدرس؟ شوف الجيل بتاع الحاج عفاف والجيل اللي طلعوا يعني الناس العظام عليه ده، نعم، هو جيل الكتاتيب اللي احنا بنعيب عليه الآن، وجيل المدارس التقليدية اللي كان فيها المدرس يحترم وله شخصيته، وتشوفه ماشي في شارع تمشي انت من الشارع الآخر، واخد بالك؟ نعم. هذا الجيل شوف الكتاتيب على حالها الفقيرة، على حالها التعبان ده، وعلى المدارس اللي كانت التقليدية دي زي الهند الآن اللي وصلت اللي هتبقى تخش النادي النووي وتخش تنافس ان هي تخش في الدول الصناعية الكبرى. نعم. طلعت من المدارس التقليدية دي، بالمدارس التقليدية دي وصلت لهذا التقدم. هي المسألة احنا مشكلتنا الثواب والعقاب، مبدأ الثواب والعقاب أساسا موجود لا تنكره حتى النظريات الغربية في التعليم، لكن مشكلتنا ازاي نطبقه، ازاي نحافظ على شخصية المتعلم من ان هو لا يظلم ولا يهان، وفي ذات الوقت إذا أخطأ لابد أن يعاقب، وكيفية ونوع العقاب إيه،
وفي نفس الوقت ما هددش المعلم انه لو ضرب ولا لو عمل ولا لو حتى عاقب التلميذ انا هاخده وهذله واحطه في التخشيبه مع المجرمين. ده بورقه كده. لو عيل بلطجي في المدارس وما اكثر البلطجه في المدارس الان، مدرس تطاول عليه، لو قال له عيب، حتى كلمه عيب في المدرسه لو قالها له، تبص تلاقيه يعني حد يوزه كده، يروح الاسم ويكتب بلاغ ويجيب الراجل ويحطوه في التخشيبه، معلم محترم يتحط في التخشيبه مع المجرمين والولد يضحك عليه. بالله عليك من اين ياتي الاحترام بقى بتاع المعلم؟ طب حتى ياتي الاحترام للمعلم، انا اتلقى هذا الاتصال التليفوني. الاخت سلمى من القاهره. معانا سلمى من القاهره. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. انا في مشكله، في عنف كتير عندي في المدرسه، عايزه اقول على المشكله. انت في سنه ايه يا سلمى؟ انا في ثالثه ابتدائي. ثالثه ابتدائي. ايه العنف بقى اللي عندكم في المدرسه؟ انا رحت مره مجلس اباء، كان بالليل، كان مع بابايا، ففي مشكله، كان في واحد حرق واحد وضربه بالكميه، ولية الامر وولي الامر جم، فبعد كده حصل خناقه بينهم وبين الاب والام يعني. نعم. فضربوا بعض. نعم. دي مشكلتي. شكرا. طيب شكرا. طيب ماشي يا دكتور عادل، يعني كنا بنتكلم برضو بنواصل الكلام عن نفس الموضوع، وده بيؤكد اللي احنا قلناه في البداية من يعني يمكن كلام سلمى برضو بيؤكد ان هناك ظاهرة او شبه ظاهرة، وهي ظاهرة البلطجة داخل الفصول الدراسية. يعني هذا الموضوع يمكن كان كتب عنه الكاتب الصحفي الأستاذ وجدي زين الدين في جريدة الوفد، كان بعنوانه هنا بلطجة يا وزير التعليم. كان بيقول ان في احدى المدارس التابعة لإدارة الدقي التعليمية هناك مأزق خطير ومشكلة يعني رهيبة جدا، هو ان فيه تلميذين، 2 من التلامذة يعني عندهم قدر هائل من العدوانية، بحيث ان هم بيعتادوا بالضرب على كل من يقابلهما من زملائهم وكده داخل الفصل الدراسي. والأستاذ وجدي زين الدين بيقول ان المدرسة يعني إدارة ممتازة ومدرسين على أعلى مستوى، ومع ذلك يعني هذان الولدان بيسيئوا إساءة بالغة إلى المدرسة وإلى العملية التعليمية، لأن هم يعني بيضربوا بشكل رهيب جدا زملائهم، وطبعا ده بيستفز أولياء أمور الأولاد المضروبين. فده الحقيقة ينقلنا يعني الحتة اللي قال عليها الدكتور عادل، وهي إن للأسف المدرسة أحيانا أو في بعض الأحيان بتفاجأ بدخول الشرطة إلى حرم المدرسة، عشان ممكن يقبض على الشرطة، تقبض على مدرس أو على طالب لأنه اعتدى بالضرب أو تورط في يعني إحداث عاهة مستديمة. ممكن المدرس يكون بيضرب التلميذ أو العكس بالعكس. فأستاذ محمد صلاح، يعني بصفتك أب يعني وعضو مجلس آباء، إذا عرضت عليك مشكلة زي اللي قالتها سلمى أو اللي بتحصل في كثير من الأحيان، إن مثلا تفاجأ إن ابنك اعتدي عليه بالضرب، هو نفسه اتضرب داخل المدرسة، وإن الشخص اللي ضربه هو تلميذ زميله وأصابه إصابة بالغة، أنت كولي أمر ممكن تعمل إيه؟ هو الحقيقة أنا بس عايز أعلق على كلام بنتنا سلمى. نعم اتفضل. هي إدارة المدرسة هي الجهة الحاسمة لأي خلاف. نعم. يعني هو أب الولد وأم الولد التاني نعم. راحوا واتخانقوا مع بعض. نعم. هي إدارة يعني المشكلة اللي أنا كنت قلت عليها دي حكيت عنها. نعم. إدارة المدرسة خدت الموضوع كده وهدته. نعم. ومجلس الآباء برضو. نعم. وصالحنا الأولاد بحيث إن إيه ما يبقاش فيه تجاوزات أو حاجات خطأ كتير. نعم. وبعدين الأخت الفاضلة اللي اتكلمت قبل كده الحاجة عفاف. نعم. الحاجة عفاف. نعم. برضو ذكرتني بإن ابني لما كان في تانية وتالتة ابتدائي فوجئت إن الوزارة بتطلب من المدرس أو المدرسين إن هم يعملوا زي تاريخ كده هيستوري لكل تلميذ. نعم. يعني
بحيث ان يبقى لكل تلميذ كده فولدر كده حافظه بيتحط فيها مسير نشاط التلميذ في خلال السنه كلها لكل طالب. فطبعا صعب جدا. طب هناخد اتصال، معذرة لمقاطعتك، هناخد اتصال الأخت نادية من القاهرة. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كان عندي برضك مشكله كده برضك من ضمن المدارس والمدرسين وكده. أيوة يا فندم. المفروض طبعا لما المدرسه دي بتبقى ام قبل ما اكون مدرسه. تمام. فتخيل انت لو مدرسه دين بتحاول انها تهين طالبه سنه رابعه. نعم. وتعايرها مثلا او تقول لها كلمه من اللي هي عندها. نعم. هي البنت عندها تلاعثم في الكلام، تقومها توقفها مثلا في الفصل بتقعد تقول لها انت هتقعدي تحتهي، ده انت معقده، انت مش عارف ايه، وبتضطر تخلي الاولاد يقولوا لها نفس الكلام. هل دي تستحق انها تكون مدرسه دين او ام فاضله لاولاد تانية او المدارس تانية؟ دي بنت حضرتك وفي رابعة، يعني بنت حضرتك وكده؟ بنت حضرتك في رابعة عملت لها ابتدائي. محضر. لا عملت لها محضر. الموضوع طبعا كبير وكده ووصل نعم. للوزاره وكده. الموضوع كان كبير. مدرسة حكومية ولا مدرسة حكومية ولا تجريبي ولا ايه؟ تجربه حكوميه، يعني هو مش احنا تجربه حكوميه. نعم. فعايزه اعرف راي الافاضل ايه لما تبقى ام وطفله بريئه ملهاش اي ذنب في اي حاجه انها تقوم وتهينها، ورغم ان انا منبهاها ان دي لها تعامل خاص، يعني دي ممكن تاخديها بره الفصل وتساليها او تسمعي لها. نعم. فانا عايزه اعرف بس الراي ايه، ولما يبقى مدير المدرسه ما عندوش اي احساس بالمسؤوليه ولا بالاطفال اللي عندهم. انا بودي بنتي للمدرسه قبل ما يكون التعليم انا بوديها لام تانية والاب تاني، صح ولا انا كلامي غلط؟ طيب تمام. هل في فانا مش عارفه هي جايبه يعني المدرسه لما تبقى ام اكيد تبقى حاسه بالامومه. تمام. ازاي يكون عليها انها تعمل مشكله للبنت، والبنت رفضت بتاع 10 ايام انها تروح المدرسه، وجبت جوابات وحاجات قد كده من الدكاتره اللي بيعالجوها. انا بعالج بنتي لحد الان لدكتور نفساني ودكتور مشهور جدا. فعايزه اعرف راي الافاضل اللي قاعدين، هل دي تستحق انها تكون مدرسه؟ تمام. طيب في اي اسئله ثانيه يا مدام ناديه؟ نعم. في اي اسئله ثانيه عند حضرتك؟ جزاكم الله كل خير. طيب شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. طيب يا استاذ محمد صلاح، يعني نفس الكلام ده بيؤكد اللي احنا بنقول عليه، حكايه التذنيب، حكايه ان المدرسين اللي هم بيذنبوا الاولاد لاي سبب من الاسباب. يعني مدام ناديه بتقول ان ابنها في رابعه ابتدائي او بنتها في رابعه ابتدائي، فمجرد بس ان هي بتهتف في الكلام فالمدرسه بتتريق عليها، وطبعا ده بيخلي الاولاد يعني بالتبعيه بيتريقوا على البنت، وطبعا ده بيؤثر عليها بالسلب وبيخليها ان هي تتعقد اساسا من ان هي تروح المدرسه. فحضرتك بشكل محدد وواضح تقول ايه المدام ناديه، ويعني ايه رايك في تصرف هذه المدرسه اللي هي بتدرس ماده تربيه دينيه؟ انا رايي اتفضل. اقول لها ان انا اشك ان دي تربويه. نعم. يعني لازم التربوي لازم يكون بيراعي نفسيه التلاميذ اللي قدامه. نعم. وبيعرف ازاي يتعامل معاهم. نعم. ده التربوي. نعم. ولكن عشان خاطر يتكلم الكلام اللي هو خارج ده واللي يؤدي الى ان زمايلها نعم. يعيروها ولا يكلموها ولا يوجهوا لها كلام خطأ، ده طبعا كلام مش مظبوط. فلازم انا مش عارف نعمل ثقافة أو يعني دروس كده ثقافية تربوية للدورات كده للمدرسين. لا هو ولا المدرس اساسا المفترض ان هو معد المفروض تربويا لهذا، لان اساس العمليه التعليميه العلاقه بين التلميذ والمعلم. بالظبط. نعم. لو التلميذ حب المعلم هيحب المادة، تمام. ولو كره المعلم هيكره المادة. تمام. كتير قوي احنا لو رجعنا لورا كده كتير قوي فيه مواد كنا نحبها، يجي لنا مدرس ربنا ينتقم منه يكرهنا في الدنيا واللي فيها وما نحبش ونسيب المدرسه ونبقى مش عايزين مش طايقين نشوف الراجل ده. صحيح. وفي مواد ما كناش نحبها، جالنا مدرس كويس حببنا فيها، عملنا كويس حبيناها وتفوقنا فيها. ده اساس العمليه التعليميه، العلاقه الحميميه بين الطالب وبين المعلم والتلميذ. علاقه مهمه جدا، لو فهمها المعلم من الممكن بابسط المواد التعليميه لو اي معلومه هيقولها هتوصل للتلميذ. نعم. مهما كانت ومهما كان ما فيش وسائل تعليميه وما فيش مجرد انه يقولها والولد بيحبه هيسمع له ويستفيد منه. نعم. قدر الاستفاده في الحاله دي هيبقى كبير جدا جدا جدا. نعم. يعني معنى هذا ان في خلل حقيقي في العلاقه بين المدرس وبين التلميذ،
رغم أن هذه العلاقة كانت في الماضي يعني كانت علاقة أبوة حقيقية. المدرس يوجه التلميذ والتلميذ ينصاع ويستجيب لنصائح مدرسه، لأن المدرس يعني في الزمن الجميل كان بيخاف على تلامذته ربما أكتر من أولاده أو زي أولاده بالظبط. إذن هناك خلل حقيقي، وإحنا طبعا بنقول لمدام نادية وبنتضامن معاها وإن حضرتك تلجئي إلى مدير المدرسة، ويعني وإذا لم يستجب مدير المدرسة فيعني يا ريت حضرتك تتصل بينا، وإحنا ممكن إن إحنا نتصل بالوزارة وإن إحنا فعلا يعني نقدر أو نتمكن من إنزال العقاب بهذه المدرسة إذا صح فعلا الكلام اللي حضرتك قلتيه يعني بشكل كبير وكده. هذا أيضا ينقلنا أو يؤكد أيضا على التقرير الذي أعده المركز القومي للبحوث، والحقيقة هو الكلام ده نشر يعني في إحدى الصحف وتحديدا في جريدة نهضة مصر، وهذا الكلام موجود في مكتوب إن قتل وفي تعذيب وفي الكثير من المشاكل موجودة والتي تضمنها هذا التقرير. وأنا يمكن أقرأ لحضراتكم يعني بعض الكلمات القليلة من هذا التقرير. ذكرت أو دراسة بمعنى أصح، دراسة المركز القومي للبحوث قالت إن الضرب في بعض الأحيان في المدارس ليس للتأديب أو العقاب على الإهمال، إنما يكون لعدم الانصياع للأوامر وأخذ الدروس الخصوصية. والدراسة دي قالت إن السب والقصف والبصق أو الاتهام بالسرقة والكذب أو التفتيش الذاتي ده بيجي في المرتبة الثانية من صور العنف المستخدم ضد التلاميذ في المدارس. كما احتلت عملية استيقاف التلاميذ، طبعا استيقافهم في الحوش لمدة ساعات من أجل التحقيق واستجواب الأطفال عند حدوث حالات الغش وانتظارهم في الشمس المحرقة. وطبعا حضراتكم حاسين الوقت بالجو قد ايه هو محرق ومشمس، ورفع اليدين لأعلى أو الوقوف مع حمل الشنطة المدرسية دون مراعاة لشدة الحرارة ودون مراعاة لسن التلاميذ الأطفال أو حالتهم الصحية، مما يغرس في نفس الطفل الكراهية للمدرس والعملية التعليمية وعدم الرغبة في الذهاب إلى المدرسة. يعني إذن أحبائي المشاهدين يعني إحنا رغم إن إحنا متضامنين. طيب قبل ما أكمل كلامي هناخد اتصال تليفوني من الأخت دينا من محافظة الشرقية. أيوة دينا معانا من الشرقية. طيب يعني يبدو أن الاتصال انقطع يعني الدكتور عادل كنا بنتكلم وبنقول يعني صحيح ان احنا متعاطفين مع المدرسين قلبا وقالبا وبنلتمس ليهم الأعذار بالنظر إلى الحالة المادية المتردية اللي هم بيعانوا منها. وأيضا يمكن في أعقاب الحلقة الماضية كان يعني تناقشت مع أحد المدرسين وهو مدرس فيزياء اسمه فتحي عبد الرحمن، وكان بيقول يعني إن المدرسين بيعانوا من أزمة حقيقية، خاصة اللي هم خريجي كليات التربية. دلوقتي بقت فيه طوابير من خريجي التربية ولا يجدوا الفرصة حتى للتدريس، يعني بينضموا إلى طوابير العاطلين. وللأسف في الوقت ده بيطلع قرار من وزارة التربية والتعليم بيقول إن مسموح باستيراد الخواجات أو المدرسين الأجانب بنسبة لا تزيد عن 10% للتدريس في مدارسنا، علما بأن المدرس الأجنبي لما يدرس في مدارسنا المدرس كما يؤكد خبراء التربية والتعليم ليس مجرد ناقل للمنهج الدراسي أو للمادة الدراسية، ولكنه بينقل الطريقة اللي بيفكر بيها، بينقل الثقافة بتاع البلد اللي هو بينتمي إليها، وبالتالي فهو يعني بيقود جيل كامل من الأبناء إلى طريق الانحراف. يعني معنى هذا يا دكتور عادل يعني بنتكلم عن أن المدرس بيعاني معاناة شديدة، لكن في نفس الوقت يعني نحن لا نستطيع أن نبرئه من المسؤولية. المدرس يخطئ، المدرس يعني لما بيأنب التلميذ وبيجعل الولد يعني أو البنت مسار لتريقة زملائه في المدرسة. أنا في الموضوع ده يمكن كان أحد الأبناء أحد التلاميذ بيقول لي إن المدرس بتاعهم إدى جايزة لأبلد واحد عندهم في الفصل، يعني أكتر واحد بليد في الفصل أخذ شهادة تقدير. فبقول له إيه نص شهادة التقدير؟ فقال المدرس اتريق عليه، يعني قال له أنت فاشل بنسبة 100%، وإداله شهادة قدام جميع زملائه في المدرسة كتبها له أنك أنت الفاشل رقم 1 في هذا الفصل. فبنتكلم
يعني كيف يستقيم هذا الأمر مع تطوير منظومة التعليم؟ ازاي المدرس يتصرف على هذا النحو غير المسؤول؟ ازاي ان هو يهين الأبناء؟ يعني في أي تفسير حضرتك لكده؟ والله يا أستاذ محمود، المدرس أولا نتاج المجتمع اللي هو طالع منه بلا شك. علاوة على إني يعني من خلال تدريسنا في كلية التربية المختلفة، الطلبة الآن أصبح عندهم إحباط، يقول لك أنا هطلع أعمل إيه؟ ما أنا زي غيري. أولا أكبر خطأ اتعمل إلغاء التكليف عن كليات التربية على أساس إنه يعين من أي كلية أخرى مدرس، بس يبقى بعد كده ياخد تأهيل تربوي. وده خطأ جدا، لأني طب ما تلغيها أحسن. يعني أنت عايز تعين بقى، ما دام اتلغيت التكليف عن من كلية التربية الغيها، يعني خليها بقى كلية أخرى، واخد بالك؟ ضمها على كلية آداب، كلية علوم، كلية أي كليات وخلاص. لكن عشان أنت تبقى اسمها كلية تربية قعدت تعده عشان يبقى معلم، وبعد كده تركنه 10 15 سنة عشان بعد كده تبقى يوم ما تفتكره بقى، واخد بالك، قبل ما ربنا يفتكره تعينه في مدرس، يكون نسي هو ما أعد ليه من الأساس اللي هيدرسه، نسيه، واخد بالك؟ أسلوب التعليم، أسلوب التدريس، أسلوب التربية، كيفية التعامل، خلاص. واحد طلع اشتغل فاعل ولا اشتغل زبال ولا اشتغل أي حاجة تانية، وبعد كده في مسابقة حظه ضرب وجه مدرس، واخد بالك؟ هيعلم ازاي؟ هيتعامل ازاي؟ الخطأ خطأ يعني في تفعيل القوانين وفي اتخاذ قرارات هي في الأساس خاطئة، واخد بالك؟ احنا عمرنا ما سمعنا أبدا إن خريج كليات التربية ولا خريج كلية الطب يقعد يتركن في البيت، واخد بالك؟ وبعد كده نبقى بعد 10 15 سنة نبقى نعينه. أسلوب خاطئ في التعامل مع قرارات زي القرارات دي، وأنا بدفن فيه أساسا حبه ودخوله إن هو يبقى معلم، بكرهه في اليوم اللي هو اختار فيه مهنة التدريس. تمام. طيب لو انتقلنا أستاذ محمد في عجالة سريعة، يعني لم يعد متبقي في وقت البرنامج إلا حاجة، يعني يمكن دقيقة أو دقيقتين من حضرتك بسرعة كده، عايزين نعرف يعني إيه هي مقترحاتك أو إيه اللي أنت شايفه عشان نصلح يعني منظومة التعليم، إزاي إن احنا نعالج هذا الخلل الموجود في العلاقة بين المدرس وبين التلميذ، إزاي نعالج هذا الوضع المأساوي، وإزاي إن احنا نسيطر أو نحجم الانحرافات الأخلاقية الخطيرة داخل مدارسنا سواء ابتدائي أو إعدادي أو ثانوي. اللهم صل على سيدنا محمد. أهم حاجة إن احنا نرجع للدين. نعم. الدين هو اللي هيرفع ويسمو بتصرفاتنا كلنا. نعم. نعلم أولادنا الصلاة والصوم والعبادة الصح. نعم. وبعد كده يعني دي البداية، وبعد كده نعلمهم العلوم الأخرى. نعم. وبعدين نبعد. يعني أنا سامع دلوقتي إن بيقولوا في مدرسين أجانب، مش من قلة المدرسين اللي عندنا. نعم. يعني إحنا مش هنعمل ناس أيدي عاطلة زيادة عن اللي عندنا. نعم. يعني إحنا عندنا ناس أكفاء كتير أوي. نعم. ليه ما يشتغلوش في التدريس؟ ليه نجيب ناس من بره؟ صحيح. ما ينفعش طبعا، كلام غلط. نعم. ليه؟ لأن اللي بره ده مش هيبقى قلبه على ابني زي ما أنا قلبي عليه. مش هيهمه مصلحته زي المدرس بتاعه المصري ما هيهم مصلحته. طيب فكده ما ينفعش. نعم. يعني إذن يعني أحباء المشاهدين، زي ما حضراتكم يعني تابعتوا كده واستمعتوا لينا، يعني الحل طبعا يعني كما نقترحه أو اللي أنا استنتجته من كلام يعني ضيفينا الكريمين، إن احنا طبعا نحسن وضع المدرس علشان نقدر بعد كده نحاسبه على أي تصرف شاذ أو تصرف غريب يصدر عنه. أيضا ينبغي أن احنا نهتم بالأنشطة، بحيث أن الولد خاصة في مرحلة الإعدادي اللي هي مرحلة مراهقة يقدر ينفس عن طاقاته في هذه الأنشطة المختلفة اللي للأسف بعضها اتلغى وبعضها أو تقريبا معظمها بيعاني من إهمال فظيع جدا جدا. أيضا الاهتمام بتدريس مادة التربية الدينية، أيضا التأكيد على أهمية دور المدرس. يعني للأسف يمكن أحد الزملاء كان قال لي إن في مدرس اعتدى على زميله المدرس بالسب والقذف لمجرد أن هذا المدرس يعني عنف ابنه وعايره قدام تلاميذ الفصل أن هذا المدرس معاق. فطبعا هناك العديد من التجاوزات احنا طبعا بنطالب بإصلاحها،
عشان يعني يمكن محاسبة كل طرف بشكل محدد وبشكل حاسم. عفوا يا استاذ محمود، نعم كنت عايز اقول نعم. طب في ثواني اللي عشان هيجي من الوقت بره انتهى ده، تقريبا. اللي هيجي من بره ده نعم هياخد مرتب قد ايه؟ نعم. طيب يعني انا متفق مع ينفعش. حضرتك. يبقى اذا حته برضه اللي الاستاذ ما محمد ينفعش بيتكلم خالص. عليها، حته عقده الخواجه اللي بتطاردنا، يعني لابد ان احنا نبعد عنها عشان تنتظم العمليه التعليميه، وعشان نقضي على هذا الانفلات الاخلاقي بين جدران المدرسه، وحتى لا يفاجئ المدرس ان هو بعد المدرسه بيجد من يتربص به خارج الفصل وخارج المدرسه ويعتدي عليه بالضرب او يحدث به عاهه مستديمه. اذا احبائي المشاهدين، في نهايه هذه الحلقه بنشكر ضيفينا الكريمين الدكتور عادل توفيق الاستاذ المساعد بكليه التربيه جامعه المنيا، والاستاذ محمد صلاح عضو مجلس الآباء بالتربية والتعليم. كما نشكركم أحبائي المشاهدين على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في حلقة مقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والجمال